فنحن منذ أن كنا نطفة في بطون أمهاتنا ونحن نسعى في هذه الرحلة، ونحن نمشي في رحلة الرجوع إلى الله عز وجل. خرجت من بطن أمك فاستهللت صارخا باكيا، تمر الأيام فتكبر وتبلغ الفطام، كبرت فبلغت العاشرة فأصبحت شبه مسؤول عن تصرفاتك، بلغت 15 من عمرك، سن التكليف، جرى القلم في صحائف أعمالك، بلغت من العمر 30 سنة، وإذ بشعرة بيضاء تخرج من مفرق رأسك، وكأني بك تتساءل لماذا خرجت هذه الشعرة البيضاء؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بلغت 50 من العمر، وإذ بملامح الوجه تتغير، بلغت 60 من عمرك، وإذ بأسنانك تتساقط سنا بعد أخرى. إذا وصلت إلى 70 و80 و90 تكون قد وصلت إلى أرذل العمر، بينما أنت كذلك، إذ بمرض يغزو بدنك، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، فلم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، مات المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. مات المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إنه الموت. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء محمول.